سلم على أخوك. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مبدأنا في خواطر الاستماع إلى كل الآراء اللي تطرح حول خواطر، التعليقات، الانتقادات، أي شيء يقال دائما نهتم الحقيقة أن نستمع إليه من ضمن مبدأ التحسين المستمر، وأنه التحسين لا يحصل إلا إذا استمعنا إلى كل الآراء، وتحت أيضا مبدأ أنه خواطر عمل بشري قد ينتاب بعض القصور، بعض الأخطاء، طبيعي. أول نقطة فكرة أنك ركزت على الغرب، على السلبيات اللي عندهم، وتركت كل الأمور الإيجابية اللي موجودة عندهم واللي هي متفوقين فيها على العرب بمئات السنين الضوئية. والتوضيح لهذا الأمر هو أنه إحنا خواطر 10 سنوات عمره، 9 سنوات منها تحدثنا وركزنا على الإيجابيات اللي موجودة عندهم، وتحدثنا عن قضايا العدل والمساواة والأنظمة اللي عندهم والأخلاقيات اللي موجودة، وكنا دائما ندعو أنه نريد أن نرى العالم العربي يصل إلى هذا وأحسن. سنوات كثيرة. الآن هذه السنة فقط لأنه غطينا بعض السلبيات لا يعني أنه هذا ينقض كل الكلام اللي قلناه في السابق. خواطر منظومة كاملة، مواسم كلها تكمل بعضها البعض. ووضح رسالة مهمة جدا، ما غطينا الإيجابيات في السنوات السابقة عن الغرب لتقديسهم، وما غطينا بعض السلبيات اللي موجودة هذا الموسم لتحطيمهم. الهدف بسيط جدا، وهو أنه نستفيد من الإيجابيات ونحذر من السلبيات. في تعليقات جاءت، وهذه الحقيقة مهمة جدا، على حلقة إلا المجاهرين لما اتكلمنا عن بومبي، وكثير من التعليقات جاءت حول الربط بين اللي حصل لبومبي والذنوب والانحلال الأخلاقي اللي موجود عندهم. وهذا أوضحه في نقطة مهمة أنا ذكرتها في الجزء الثاني من الحلقة، ولكن أؤكدها مرة أخرى هنا، أنه لا يجوز التألي على الله. لا يجوز أن الواحد يفسر كارثة معينة أنها حصلت بسبب ذنوب العباد إلا إذا ذكر هذا تحديدا في القرآن الكريم، وهذا ذكرته في الحلقة. وقلت أنه الهلاك اللي حصل لقوم لوط، لعاد، لثمود، لغيرهم من الأقوام، هذا مذكور صراحة في القرآن، خلاص هذا قول الله سبحانه وتعالى. أما الأحداث المعاصرة التي تحصل، الكوارث الكونية التي تحصل حاليا، هل هي بسبب ذنوب العباد أم بسبب أمور أخرى؟ الله أعلم. إذا أعطينا انطباع في الحلقة بسبب سوء ترتيبها أو بعض الأفكار دخلت على بعض أعطت انطباع أنه إحنا قاعدين والعياذ بالله نتألى على الله، فهذا خطأ. هذه الأمور علمها عند الله،
سبحانه وتعالى. تعليق آخر، لأنه في هذا الموسم نتكلم على كثير من ما يسمى ذنوب أو معاصي أو أخطاء، فكان في تعليق أنه يعني أحيانا كان عندك نظرة متعالية على الناس أو فوقية أو بعض السخرية على الناس في الحديث معهم وكأنك أفضل منهم، ونوع من أنواع التعالي. إذا حصل هذا فهذا خطأ. دائما منهجنا أنه نتكلم عن الظواهر السلبية بدون السخرية من أحد وبدون التعالي على أحد، وأنا دائما عندي إيمان عميق جدا أنه هذه الأمور حكمها عند الله. الواحد ما يحكم على الفرد، ممكن يحكم على العمل، حكم على الناس عند الله. وبالتالي أي تعالي فهو خطأ، أي اعتقاد أنه أنت الناجي وغيرك كلهم هالكين خطأ. وإذا هذا الانطباع اللي جاء من بعض الحلقات أعتذر عنه ولم يكن مقصود أبدا. وأيضا نقطة مهمة جدا، خواطر لم ولن يروج ويحث على الكراهية لأي طائفة ولأي فئة من الناس أبدا. مرة أخرى الواحد ممكن يكره الفعل ولا يكره الفاعل. لا نروج لكراهية ولا نروج للعنف ولا نروج للسب والشتم تجاه أي فئة وأي فرد من المجتمع. بعض الناس قالوا جاملت المنتقدين، وأنه هذا الموسم سويته مجاملة علشان ترضي اللي انتقدوك في السابق. أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا. خواطر ما عمره في السابق ولا عمره حيحصل في المستقبل أنه يتأثر بضغط أي أحد. أي أحد. أنا ما عمري في البرنامج أنطق كلمة إلا وأنا مقتنع فيها، قد تكون بعدين غلط وأعتذر عنها، ولكن في لحظة قولها ما عمري أقول كلمة بسبب ضغط أحد. وهذا أؤكد لكل المشاهدين، اللحظة اللي يحصل فيها ضغط وتأثير على محتوى خواطر من أي جهة كانت هي اللحظة التي سأوقف فيها البرنامج. خلف الكواليس، عشان كذا شفتوا دي لأنها حلقة خلف كواليس. عادة لازم قبل التصوير لازم نسوي كذا عشان نعمل سينك، ما يسمى بالسينك بين الكاميرتين. الآن في كاميرتين بصوروني، الكاميرا دي الكاميرا هذه. خلاص اها يا سلام. طب ما انا سويت كده، لازم صفقة يعني. واتساب يعني. What do you want? What are you filming? What are you filming here? ها؟ صورنا 6 أشهر كاملة، وإلى الآن هذا في منه كثير، الغلطات دي في منها كثير، ولكن أنتوا بس بتشوفوا اللي هو الكلام السليم. 1 2 3 4 han finito. Bueno, grazie. شو والله صار واحد يرطم إيطالي وماني عارف، ما كنت عارف إنه ثقافتي إيطالي. فورد 1920. تقول 3358. ما أبغى أقول المعلومة دي لأنها طويلة. فيها سيارة جديدة بالذهب، تكلفتها حزام أحمر. هذا من أساسيات الموضوع، هذا من أساسيات الاحتياج البشري. صباح الخير. حبة هذا من إيش فيه؟ خلاص هذا اللي بيحصل بعد 7 شهور 8 شهور تصوير. بيجيك سكيزوفرينيا من الكاميرا، تصير ما تعرف تقول كلمتين على بعض. What's your name? My name is Ahmed. What? Wow. Is this Ahmed. Is this video? Ahmed. Video? Yes, this is video. Ahmed. I like the way. نسيت اسمه طيب. Where do you buy this? اتكلم معاك Where أنا. do you buy- ما شاء الله تبارك الله. This is a lot of حديد. A lot of iron. I do a lot more cardio stuff. Come on, cardio علي. You trick me like this cardio. هذا ما يجي من الكارديو. هذا نو كارديو، هذا حديد. ايرون مان، الرجل الحديدي. ما حنصور؟ حنقعد نمزح كذا كثير. من ضمن الامور ايضا الحمد لله طورناها، واشكر شركه 77 والاخ هلال في موضوع الجرافيكس الانيميشن. 3 2 1. في دولة آمنة، أنه في بلد آمنة،
بلد هي نفس الدولة. صباح الخير. لا طاش ما طاش دولة بعدين بتزيني أنها تقتل الإنسان. هذا آخر الخوارج. وعلى الجري. من أكثر وسائل الرياضة، من أحسن وسائل الرياضة القلبية الجري. خلال 10 سنوات فقط، آخر 10 سنوات فقط تخيلوا أنه آخر 10 سنوات فقط عمليات التجميل زادت بنسبة 700%. فعندك اختيار أنك تستخدم الكارت كوسيلة تفضل كثير. Can you shoot a cut and shot? فعندك اختيار أنك تستخدم الكارت كوسيلة. أنا خبطت بصباعك، هي المشكلة هذه. عندك طريقتين للتعامل مع هذا، إما أنك تقرر أنك تستخدم الكريدت كارد ده كوسيلة دفع كاش، أو تقرر أنك تستخدم الكريدت كارد كوسيلة قرض. صح؟ كويس؟ Good. وحتى العربة لما نشوف الماركت القديم وبعدين لما انتقلنا إلى السوبر ماركت، ممكن نسوي إحصاءات تبدأ بالنوم. فوجدوا أنه 480 دقيقة يقضيها الإنسان في النوم، 80 دقيقة في قيادة السيارة، 430 دقيقة على الكمبيوتر في العمل. ولكن ما معنى الحرية المالية عند التقاعد؟ لأنه لو عندك 10 مليون عند التقاعد ستصرف منها وتصرف وتصرف تصرف 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 ستصرف منها وتصرف وتصرف إلى أن تنتهي، وبالتالي إذا انتهت رجلي ما وصلت للأرض، لأنه 10 مليون دولار دي لما تصرف منها وتصرف 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 ستنتهي. ناخذ مثال مثلا الكورنفليكس. عام 1907 كم كان سعر الكورنفليكس؟ كان 10 سنت. 80% من الأكل أكل يعتبر مزيف. إذا أخذنا حتى الشيبس، حتى السوبر ماركت اليوم مع الأسف نجد أنه أغلب الأكل الموجود ومرصوص في الممرات حولنا مصنوع في معامل الكيمياء وليس أكل طبيعي. الشيبس اللي الأولاد بيأكلوه كل يوم يعني بالثواب. What's the name again? خلاص يا حبيبي عندك ألعابك. تفضل. كيف بيلعبوا معاهم الكلاب؟ أصلا ما عمري لعبت مع كلب في حياتي. تفضل ها. يلا هذه لعبة كده. فهم هو دحين؟ كفاية قرقر ولا؟ تكلمت كثير أظن. بتكلم كثير السنة دي أنا. بتكلم كثير السنة دي. مش عارف هذا إيش معناها. معناها إني عجزت ولا معناها كبرت؟ وأحمد الهوني حيطيح دحين بالكاميرا. كان هو الواحد لما المفروض لما يصير 40 كلامه يقل، يصير خير الكلام ما قل ودل، مو يقعد يقرقر كثير. ايوه لي هدف بس يعني نختصر. يلا استاذ هشام ممكن ادخل؟ طبعا المشاهدين عارفين انه انتم كنتوا برا صح؟ وانه استنينا الين ما انتم دخلتوا، وانه في المونتاج حيبان كانه ايش؟ كانه عندنا 20 كاميرا في خواطر، بس هي كاميرتين ترى. الاستاذ غندور والاستاذ هشام، وانا ماني في السجن هنا. ليه مسوينه زي السجن؟ فهذه هوفر وماركة عالمية توشيبا، وأنا اللي شايفه أنها كويسة. دحين خربت، كانت كويسة. فرأيكم حتشتغل ولا لا؟ تشتغل؟ تشتغل؟ تتر هذا الموسم أيضا كان تحدي كبير. حبينا نسوي تتر جديد شوية مختلف وأيضا يروج لفكرة الموسم. فأول سنة الحقيقة نسوي تتر فيه تمثيل، بمعنى ممثلين، جبنا ممثلين محترفين، كان إنتاج كبير صورناه في الأردن. وأشكر كل من دعم وكل من اشتغل في التتر. أكشن. قرب شوي يا أحمد. أيوه هيك. أوكي فوكس. Action 2. Okay, again. Again, يلا again من أول. Stop moving the reflector. Okay, and يوسف. ما بعرف تشبهي ايه تشبهي اي شيء الا البني ادم. انت تغيرتي، انت كثير تغيرتي. مش معقول. I'm out of words man. What am I supposed to say man? اطلع برا.
اطلع برا؟ اطلع برا. طالع برا، بس انت طالع. احسن. Cut. Beautiful. Very nice. Okay, action 2, everybody stands up, okay? Crossing. Let's roll it. Okay. So we'll take a close up and then yeah, in the spot. Okay. Yalla. Ha 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 ha. Shoot, shoot. Okay, بعدين أجري محمد. فبنشتغل عليه كثير. التتر جلسنا نصممه 4 أشهر وبعدين اتصور في 3-4 أيام. كان في شوية صادم للبعض، ولكن كان يوصل الرسالة اللي نبغى نوصلها، اللي هي حياتك قراراتك، وهذا هو خلاصة هذا الموسم. فالتتر اخترنا قصة تبين أنهم أخين اتولدوا وموجودين في نفس البيئة، ولكن الفرق بينهما ليس البيئة وليس الأهل وليس التربية، الفرق بينهما قرارات كل واحد منهم. أيضا في التتر حاولنا نغطي أهم جوانب الإنسان، فحتلاقوا أنه أول جانب غطينا جانب الصحة. لما شفنا الولد بدخن، الحفاظ على الصحة أساسي. الجانب الثاني الحفاظ على العقل، شفنا هذا بدأ يسكر والثاني بيصلي. الحفاظ على العقل والروحانية، هذا جانب ثاني مهم. الجانب الثالث الحفاظ على المال، فبدال ما الواحد الأخ الكبير قرر أنه يشتغل ويأتيه الرزق الحسن، الأخ الثاني قرر أنه يضيع هذا المال في القمار أو أنه يحاول يغتني من وراء القمار، فأدى إلى كارثة مالية. الجانب الرابع وهو مهم جدا الجانب الأسري، فنشوف الفرق أيضا بين الأسرتين، أسرة يعني فيها من الود والسكينة والمودة والرحمة، وأسرة فيها من العصبية والخناق وأيضا هذه مبنية بناء على قرارات هذا الرجل السابق. الواحد اللي حيسكر، اللي حيلعب قمار، ما حينتبه على صحته، هذا سيؤثر على الأسرة، وبالتالي انتهى به الحال إلى أن الأسرة تفككت، وفي النهاية حياتك قراراتك. كلها مواضيع غطت كحلقات. غطت في كلمة اسمها غطت؟ ما في غطت؟ طيب ما في غطت، بيقولوا لي ما في غطت. طيب حطوا غطت في القاموس. فكلها مواضيع تغطت في حلقات سابقة، حاولنا نلخصها في تتر مقدمة البرنامج. تعليم أندرو الهيد ستاند. In front, more, okay. Yep, wait. Your knees up first. Straight, أيوة. As close as you can while they're straight. Close, move them closer to your body. Not further, closer to your body. Yep, towards you. Balance to the front. No, خلاص, go back. No, I can't let go. You're gonna go back to your... Where are you going? To the other side. Hello? What do I do next? What happens next? To the other side. The other side of what? No, move this. Go. So you don't fall. No, just put it down. وبالنسبة للفقرة دي تحطوها في خلف الكواليس علشان المشاهدين يشوفوا كيف نتواصل مع بعض عبر الأثير، وعلشان نختم الموسم بدعابة بعد كل المواضيع الكئيبة اللي غطينا لكم هي في رمضان. أنا عارف وبعضها كان صعب، حاولنا بقدر المستطاع أنه نعرضها لكم بشكل خفيف، ولكن الهدف أسمى من أنه يعني ما نعرض لكم أشياء بس علشان ممكن تضايق شوية. خلاص بقى يا سيد، وانت لو حتفضل كده حفضل اتكلم. خلاص انتهينا، يلا سلام عليكم، شكرا. Hi. I'm Greg Donovan, the ambassador of Hollywood. How are you? Greetings in 100 languages. Give me the 100 languages. Ask me any language, go ahead. I'm Mexican. Bienvenidos a Hollywood. Greek. Tikanos kala kalimera. Persian. Charakana chitori hoba Hollywood heli ziba. Arabic. كيف عليك؟ الحمد لله. Hollywood حلوة قوي. I know one you won't know. Okay, wait. Japanese. Konnichiwa, yoitingi desu. Watashi wa Beverly Hills Taishi. Honda. Chinese. Ni hao, ma sha sha, shenan kwailu. Korean. Annyeonghaseyo, Tejina. Malaysian. Apakabar bai, terima kasih. ادينا لغة. اوكي، لا ما هو قال عربي، ما سمعت بيقول عربي؟
Say Arabic again because he doesn't believe you. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. هوليوود حلوة حلوة قوي. والله. زي خل اشوفها بعدين. No بكشيش. No بكشيش. Thank you. Okay, شكرا. شكرا. I'll give you a new word. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خواطر. خواطر. 10. 10. Thank you. السلام عليكم. Take care. ما كان في هذا البرنامج من خير فهو منه سبحانه وتعالى، وما كان فيه من شر فهو مني ومن خطئي ومن بشريتي ومن إبليس ومن الشيطان، فسامحونا عليه. نسأل الله القبول. تشكرات كثيرات. شكرا. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الصراط المستقيم هو لسعادة البشر وليس لشقائهم. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسنا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد؟ أما آن للروح أن تستعيد عهدا جديد. فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار. إليك القرار، لا لن يغير حالنا إلا نغير أنفسنا. هي سنة في كوننا والله قدرها. كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا طويل. تهدى الصراط المستقيم، بادر وغيرها. ستمضي قريبا بأمر القدر، وتغدو رفاتا ويبقى الآثار. فلا تنتظر، من الآن كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلما بجد يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم. خواطر 10.